أن يأتي قائد سياسي أو مجموعة سياسية أو فريق سياسي يذهب باتجاه شخص ما أو مجموعة ما يعتقدون أنها وراء العمليات الإرهابية، يفاوضونها سياسيا على أمل تهدأ هذه المجموعات الإرهابية. هذه جريمة بحق الشعب العراقي. هذا الخلل اشتغلوا عليه القوى السياسية من التغيير إلى هذا اليوم، فما جاب نتائج إيجابية. والأدهى من هذا يقولون بأنهم يطلبون منهم ضمانات بعدم وجود مفخخات في مناطق، ويقولون لهم حتى يسوون أمن، وما سووا أمن إلى هذا اليوم. زين، ليش أنتم كل ما تقترب الانتخابات تبدون تحاولون أنتم هاي المجموعة التي جرت للعراق الخراب تحاولون تلملمون نفسكم؟ ليش تريدون تعيدون تأهلون هاي المجموعات الإرهابية والمجموعات الفاسدة والمجموعات الغير صالحة لإدارة العراق؟ ليش تعيدون تأهيلهم مرة أخرى؟ ما أفتهم ليش. الشعب العراقي رفض الإرهاب والإرهابيين سنة وشيعة، أنتوا ليش تريدون ترجعوهم مرة ثانية وتفرضوهم على الشعب العراقي؟ أنت ليش تخلي المواطن الأنباري أو المواطن الموصلي مجبور أنه يتعامل ويا هذولا؟ ليش؟ لأن هم قادرين على تحريك الملف الأمني، ويبقى ما دام عقليته وثقافته إجرامية يبقى إلى الأبد يمارس. بما أنه هذا الملف جاي يحقق له نتائج إيجابية، ليش يتركه؟ يعني إذا التفجير يحقق له غاياته وهو ما عنده ضمير ولا عنده وجدان ولا يخشى الله ورسوله ولا يخشى اليوم الآخر ومجرد من الحس الإنسانية، مقابل أن تتنازل عن بعض الأشياء له سيترك هذا الملف. ما يترك، والتجربة موجودة. هذا مجرم، هو ثقافته هالشكل هذا، لعله يستفحل أكثر يصير. هم لو محاسبيهم من الأول ما استفحلوا. يعني أنت مرة هو مضغوط هسه هارب خارج العراق، مجرم مطلوب ما يقدر يطل العراق، زين، انت تجي تسوي تسويه وياه وتعفو عنه وترجع للعراق. انا لا اقصدها بالتسويه هاي حتى لا يصير استهداف واضح سماحه السيد عمار او غيره بهذه العباره، انا احكي على طول المشوار، على كل مشاريع، على طول المشوار. فهو هارب ومطلوب، انت تسوي له عفو وتريد ترجع للعراق، ومكنته مره اخرى من الرقابه، اعطيته صفه قانونيه، اعطيته قدره انه يتحرك بالاجهزه الامنيه، خليت الارهابي يثق بي انه قادر انه يطلع من القضاء، وقادر انه يضغط على ضابط الامن. خليت عده الثقه الارهابي بي مره اخرى. يعني قال لي الارهابي، قال لي انا طلعك لا تخاف. فقال له خلينا نسوي لكم عفو. هذا اللي يطالبون بالعفو ذولا عندهم التزامات بينهم وبين الارهابيين، فعندما ينجح بالتزاماته مع الارهابيين، الارهابي بعد راح يصير؟ راح يلتزم به اكثر وينفذ الاجنده مالته اكثر. فلذلك اكو خلل. انت تدري هذا ارهابي يقاتل الشعب العراقي، شنو تعطيه عفو على اي اساس؟ اقول لك ان هذا الطرف بغض النظر سواء كان ارهابي او غير ارهابي، هذا الطرف المعارض للعمليه السياسيه هو مرتبط بدول معينه، وهذه الدول المعينه هي التي تتحكم بالامن في العراق. فمن دون تسوية مع هذه الأطراف لا يمكن أن يكون هناك أمن. لا يمكن. لو كانت إرادة وطنية قوية ممكن، ولو ذول يطبون للسجون ويصعدون على المشانق لجرائمهم ويحكمون بالإعدام ممكن. أكو حكي، هو هذا الضعف اللي لقوه بالحكومة وهذا اللي خلاهم يطمعون. أكو حكي، شنو أكو حكي؟ أنت يوميا الإرهابي مرجع لي يقتل ويترجع لي، والدول وشنو الدول؟ شنو خوفك من هذه الدول؟ غير يعطوهم فلوس هذول المرتزقه، غير يحركوهم بالمفخخات، انتوا عدموهم، انتوا سجنوهم، لا تتنازلون عنهم.